كتير منكم طلب مني تمارين البطن، والنهارده جاي اقول لكم ليه مش محتاجين تمارين بطن. عايز اكون صريح معاكم من الاول، انا زيكم نفس المعاناة، وده الكلام اللي انا جربته على نفسي. النقطة الاساسية يا صديقي علشان تطلع السكس باكس انك مش محتاج غير تمرين واحد بس. كمان لو عملته مرتين في الاسبوع كفاية. لازم تعذب نفسك بتمارين ملهاش لازمة، خلي شغلك ذكي ومركز عليه. لكن اللي انا بجد بنصح بيه مش انك تعمل تمارين بطن لوحدها، تمارين الكور كله مهمة جدا. انك لما تقوي القاعدة بتاعتك الجسم كله بيتغير للأحسن. الكور يا صديقي هو مجموعة العضلات اللي في النص، منهم البطن والجنبين وعضلات الظهر السفلي وكمان المؤخرة. يعني مش بس شكل، ده امان وقوة وحياة يومية اسهل، وده اللي احنا عايزينه. اهم حاجة لو انت عايز تبين عضلات البطن على البحر لازم تعرف الجملة المشهورة بينا: عضلات يا صديقي بتتعمل في المطبخ مش في الجيم. مفكرش كتير يا صديقي، وهي دي الجملة الصح واللي لازم تمشي عليها. كل الناس عندها عضلات بطن، بس لو عندك دهون مش هتبان. لازم تكون نسبة دهونك حوالي من 10 ل 15% علشان يظهروا. ده مش قلة مجهود منك، ده تحكم وتخطيط بس اللي انت لازم تعمله. انا صديقك هنا علشان اساعدك تمشي على الخطة خطوة بخطوة. الهدف الاساسي يا صديقي هو انك تقلل الدهون. مش لازم تعمل ده لوحدك، لو حابب نرسم لك خطة بسيطة نقدر نبدأها مع بعض دلوقتي. اما التمرين لو في الجيم احسن يكون كيبل كرانش، سهلة تطبقها لو حد جنبك يساعدك تحافظ على التكنيك بتاعك. لو انت بتتمرن في البيت فليج ريزز، اي نوع تمرين تاني. مهم المكان زي ما قلت لكم قبل كده، المهم ان انت تستمر. لازم كمان تكون فاهم ان عضلة البطن زيها زي اي عضلة لازم تتمرنها 3 ل 4 جولات ومن 10 الى 15 تكرار. لازم كمان تعمل بروجريسيف اوفرلود، وهو انك تزود الحمل التدريجي. هدفك صغير وواضح، كل اسبوع خطوة واحدة بس هتكون كافية انك تتطور كل شوية. بطن ممتدة من الضلوع لحد الحوض، فلازم تتني العمود الفقري من تحس بالانقباض والانبساط. ركز على الاحساس مش على السرعة، الاحساس هو اللي هيخليك تعرف لو التمرين بتاعك مؤثر ولا لا. لازم تكون عارف ان رفع الرجل لفوق وتحت بيشغل اكتر عضلات الفخذ الامامية مش البطن. مش عيب اننا نغلط اول مرة، المهم اننا نتعلم ونصحح، لان انا كنت بعمل نفس الحركات دي. الكيبل كرانش برضو ما تطلعش وتنزل بجسمك كله، ركز على انحناء الظهر وتحس بالانقباض بتاعك. لو محتاج نصايح على التكنيك ابعتلي فيديو في الخاص واقولك تصلح ايه. اعمل 3 إلى 4 جولات، المجموعة بتاعتك تكون من 10 ل 15 تكرار مع وزن يناسبك. اعملها بترتيب وتركيز، ومع الوقت هتحس بالفرق. زي ما قلت لك الأهم من البطن هو تمرين الكور كله، إن الجسم القوي بيخليك تحس بأمان وثقة أعلى. عضلات الكور بتدعمك في تمارين الوزن الحر زي السكوات والعقلة، بيحميك من إصابات الظهر وبيخليك ترفع أوزان أعلى. عن الاستثمار في تمارين الكور فرلك سنين راحة وأداء أحسن في تمرينك. تمرين البلانك لو عملته صح ظهرك بيكون مستقيم وتشد بطنك وتشد المؤخرة. ده تمرين ممتاز جدا للكور. ابدأ بتمارين صغيرة وحسنها يوم ورا التاني. خلي الهدف انك تتحسن مش تتعذب. انا شخصيا بحب اوصي بالكاليستانكس، تمرين ممتع وبيخلي التمرين بتاعك عبارة عن لعبة. اما تستمتع بالتمرين اكيد هتلتزم. منها مش الاقوى لبناء العضلات، بس هي ممتعة وبتشغل الجسم كله. مهم يا صديقي انك تلاقي حاجة تحبها علشان تكمل، اللي احنا دايما بنعمله مع العملاء بتوعنا. لازم تعمل اصعب تمارين علشان توصل لعضلات البطن. التمارين اللي انت بتحبها وحطها مع تمارين البطن بتاعتك عادي جدا. يعني ممكن مثلا يوم الظهر تعمل بول ابس بدل سحب البار، يوم الصدر او الترايسبس تعمل دبس بدل التمارين العادية. اقصده ان التنوع هيخلي جسمك يشتغل بذكاء اكتر ويخلي التمرين ممتع معاك. ازاي يا صديقي تحط كل ده في جدولك؟ عندك دلوقتي هما 3 اختيارات. اول اختيار انك تخصص يوم كامل للكور زي يوم الصدر او الظهر. تاني حاجة انك تضيفهم في اخر تمرينك مثلا بعد يوم الرجل او الظهر. حاجة وهي انك تعملهم في يوم الراحة 3 أو 4 جولات. اختار الاسلوب اللي يناسب حياتك، ولو مش هينفع يوم كامل خليه 5 أو 10 دقايق بعد التمرين. كده يا صديقي تكون غطيت تمارين البطن والكور كلهم. اهم حاجة هقولها لك، خلي النصايح دي سهلة وواقعية عليك. هنا مش بحكم عليك او اقول لك امر، انا بس علشان اساعدك واشجعك مش اكتر. محتاج خطة تمرين وتغذية ابعت لي كلمة اشتراك على رقم الواتساب ده.